حفل تقبل التهاني بالقصر الملكي بتطوان بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وتقدم للسلام على أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله، الذي كان مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد. وتهنئته بالعيد السعيد رئيس الحكومة ورئيسا غرفتي البرلمان، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرئيس الأول لمحكمة النقد، ورئيس النيابة العامة، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد، وعميد السلك الدبلوماسي الإسلامي بالمغرب سفير دولة الكاميرون، ورؤساء الهيئات الدستورية، وعدد من سامي الشخصيات المدنية والعسكرية. في هذه الأيام المقدسة يغرس العيد السعيد في قلوبنا فرحة طويلة تملأ القلب حبا وسعادة. وها هو أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله سبط النبي الأمين يشارك فرحة العيد مع شعبه الوفي في أجل صورة لتلاحم العرش بالشعب، أساسها عروة وثقى وبيعة مباركة جمعت منذ قرون بين السلاطين العلويين الأشراف وبين الشعب المغربي. رباط مقدس يقوم على عهد متبادل راسخ ومتجدد، فالولاء هو أساس الحكم والدرع الحامي في وجه التحديات والصعوبات. فالولاء هو التزام شرف بين أمير المؤمنين ورعاياه الأوفياء على العمل المشترك لما فيه صالح البلاد والعباد. ويشكل عيد الأضحى السعيد عنوان هذا العهد المتجدد والتعاقد الدائم. ففي هذا اليوم المشهود يحيي المؤمنون سنة مقدسة في الدين، سنة نبي الله إبراهيم. هي مناسبة دينية سعيدة يتقبل فيها أمير المؤمنين حفظه الله التهاني والتبريكات التي تتضمن مشاعر الوفاء والإخلاص الصادق لأمير المؤمنين نصره الله مع كل مناسبة دينية أو وطنية. ترفع لأمير المؤمنين نصره الله آيات الإخلاص والتعلق بأهباب العرش العلوي المجيد.